مصري ياكل فسيخ لاول مره في حياته. بسم الله. الفسيخ الفسيخ واحدة من أشهر الأكلات سيئة السمعة في مصر. انا عمري ما اكلت فسيخ في حياتي. ناس بتحبه وتعشقه، هو فسيخه اخترق مصر كلها وبره مصر. وناس كتير قوي بتكرهه، انا عن نفسي ولا بحبه ولا بكرهه لاني اصلا عمري ما جربته في حياتي. وفي ملايين كتير قوي زيي. وفي الافلام تريقه عليها وفي الشوارع وفي كل حته. بص المنظر ريحته فسيخ فعلا. وناس تانية تحلف بيها وتقول لك الفسيخ ده احسن اكله في الدنيا. فعشان نجرب أكلة زي الفسيخ كان لازم نروح على مكان مشهور عنه جودته العالية. احلى فسيخ في مصر في نبارو. هل دي اقدم اكله في العالم كله؟ اهلا بيكم في نبارو. هنا احسن فسيخ في مصر. ورانا ده واحد من اشهر الفسخانيه في مصر كلها هنا في نبارو. المفروض ان هو يعني بوم حاجه عاليه جدا، ولكن الواحد بعد ما وصل هنا بدا ايه يقلق. يعني بقالي فوق ال 30 سنه بسمع عن الفسيخ فسيخ 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 وعمري ما جربته وسمعته وحشه بالنسبه لي، فيعني الواحد بقلق يخش يجرب. ولكن احنا جينا فلازم نجرب. طبعا يعني احنا الفترة دي موسم وكده فالدنيا زحمة وفي طلب كبير على الفسيخ، والبراميل دي كلها مليانة فسيخ. اهو 1 2 3 اديله على طول. هنروح نقابل الحاج شيف الياباني صاحب المكان، راجل بقاله 30 سنة شغال في شغلانة عشان نجرب الفسيخ من عنده، بان الزحمة دي ورايا كده فانا ايه مطمن، وهناخد الريسك ونجرب ويلا بينا. ليه نبارو اكتر شهرة؟ ليه بقى؟ لان نبارو اكتر صناعية. يعني من زمان بيشتغلوا فيها؟ من سنين. يعني انا واحد من الناس اتعلمت من اخويا رحمه الله عليه، بقالي في الشغلانه دي 30 سنه. ما شاء الله. اخويا رحمه الله عليه اشتغلها 40 سنه. 40 سنه من سن 7 سنين لحد ما توفى 47 سنه رحمه الله عليه الحاج. ده اللي انا اتعلمت على ايده. هو اشتغل مع الحاج يوسف الحداد رحمه الله عليه. ده كان مكان تاني صح؟ ده كان جوه البلد. ده كان اللي يتقال له فسخان المشاهير. هو فسيخه اخترق مصر كلها وبره مصر، فعشان كده اتعرف الحاج يوسف. ده اللي اخويا اتربى عنده وتعلم الشغلانه عنده، وانا اتعلمتها من اخويا. اي شغلانه هي امانه في الاول وامانه في الاخر. هتكون امين مع ربنا، هتكون امين مع الناس. العين بتاكل قبل البق. انا واحد عمره ما اكل فسيخ في حياته، فعايزين بس ايه نفهم الفسيخ. ايه هو الفسيخ؟ يعني نوع السمك اولا انا شايف كله بوري، هل هو بوري بس ولا في حاجات تانية؟ هنوري حضرتك يا استاذ محمد البوري والطبار. ايوه. وده كتير من الناس برضو فاهمين. دي حبايه بوري. حلو. كبيره. لو بس لا مش شرط الكبيره، ما هي دي حبايه طبار وكبيره برضو. الدماغ الصغيره. ودي باينه اهي. يعني هنا الدماغ على قد الجسم صغيره. فهي دي السمكه الاكتر اللي انتوا بتعملوها دايما؟ هو دايما البوري اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى هتفتح على طول برضو؟ اصبر. مستعجل. احنا هنوري. ايوه. حضرتك بما انك قلت انا عمري ما اكلت فسيخ. انا عمري ما دخلت محل فسيخ في حياتي. تمام. بص المنظر ده كده. هو شكله جميل. شايف السمنه نازله منين؟ عليه زيت، ده زيت طبيعي. ده رباني سمونيه دهن اهو. يعني مش انا اللي حاطه. فشوف انت بقى المنظر الجميل ده. حد في الدنيا يقدر يقول له لا؟ لا. وزي ما قلنا العين تاكل قبل. بتاكل. بالظبط. قبل البق. تحب بقى تجرب بعيش يعني ايه ولا حاف؟ والله ما انا عارف اقول لك ايه. فين العيش؟ مفيش عيش. لا انا هجيب عيش ثانيه واحده. مصري ياكل فسيخ لاول مره في حياته. لا دي فيها عظمه. اخد منين يا باشا؟ اهو. بسم الله. مصري دايما بياكل فسيخ كل حياته. الله. اولا هي طريه جدا. اللقمه حلوه. ثانيا طبعا طعم الملح باين، بس هي مش يعني ملح مش حادقه. مش حادقه قوي. هو اول ما فتح البرميل كان في طبقه ملح كبيره قوي فوق. طبقه الملح اللي فوق دي يا باشا لها وظيفتين. هات لي برميل مقفول كده من ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيه واحده. ادي واحده. ايوه. ودي الثانيه. وبعد كده الملح والمنديل والملح. مفيش حاجه تقدر تعدي من هنا، لان ممكن ديت تحت اي بند تتقطع. اي حاجه حاده جت عليها قطعت الورقه وانا مش شايفها. فاللي تحت ده بيحمي لي اكل عيشي وبيحافظ لي عليه. يعني هي حاجه كلها مثلا
قيمتها 10 جنيه بس هي 10 جنيه. حافظ على كله بقى. على الافات وعلى اسم كام كيلو؟ وعلى سمعه وعلى صنيع ربنا اللي جوه ده انه ما يبصش. فهي دبانه واحده زرقاء ان دخلت، وهي طبعا مش هتعرف تعدي من هنا، بس ان دخلت عملت لي مصيبه. ومعلش مصيبه مالهاش علاج. يعني انت بتحب تحط عليها حاجه ولا انت بتاكلها كده على لا طول؟ انا باكلها بطبيعتها، بصل وليمون. بصل وليمون. اللي عايز يضيف زيت مفيش تعامل مع الفسيخ الا بزيت الزيتون. ايوه. اي زيوت تانية لا. انا هاكل تاني؟ من ده سمنيته الاولانيه عدت كده يا باشا. عشان سمك سمين. بسم الله. اي زيت تاني اللي الناس مش عارفاه، اي تعامل مع الفسيخ مهما كان. هنفتح واحده كمان ونجرب البوري. اصبر عليا. اي تعامل مع الفسيخ باي زيوت تانية ده غلط. اي نوع زيت غير زيت الزيتون، البكتيريا اللي احنا قتلناها بالملح رجعت تصحى تاني. انا ما سمعتش اي حاجه في الفقره اللي فاتت دي عشان انا دخلت عليها جامد انت. يعني واحد لسه داخل جديد كده يحط له ليمونه، يديله بصلايه. ما احنا هنوريك كل انا حاجه على اكلت الطبيعه. اول واحده وعدت. سواء كنت بتحب الفسيخ او هتجربه لاول مره، لازم تعرف الفسيخ اللي هتاكله ده كويس ولا لا. دلوقتي الناس بتخاف من الفسيخ سماعي، ما يعرفوش اصلا. من غير ما يشوف. يخافوا ازاي منه بقى بجد؟ يعني هو ايه اللي يخليك تعرف ان الفسيخ ده كويس او مش كويس؟ الشكل العام اللي انت شايفه ده جوه احلى من الملبن. الشكل الجميل اللي احنا شايفينه احنا شفناه من جوه. اللهم صل على النبي. ومن زي بره الفل. من قبل ما تفتحه هو اجمل. ان هو يكون بيلمع كده مثلا. ايوه. والحمار ده في كتير من الناس يشوف الحمار ده يفكر ده دم. طب هو الدم هيقف هنا ازاي؟ ده انا لو عايز الزقه مش هيقف. ايوه. مش هتنفع. ده دليل على انه سمك سمين جدا جدا جدا. بص عرض السمك عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي. ده سمك زي ما بيقولوا اتربى على الغالي. اكل علف وعاش في ميه حلوه وارض حلوه. حلو ده الناتج. ملوش دعوه بصنعتي. طب وصنعتك فيها صنعتي سر؟ بتحافظ على حلاوته. فيها سر مثلا ولا ايه تذكر السر؟ الله. صلي على النبي. اقسم بالله العظيم هو ده سر الصلاه. انك يعني هو تتقي سمك الله. وملح بس. بالظبط. طازه وسمين جدا زي ما انت شايفه ده. يعني بص المنظر ده كده. ايوه. في ناس تقول لك هو انت حاطط زيت؟ لا ده مش زيت. ده من اللي هي اصلا دي سمنيته اللي اللحمه بتاعت نازله السمك منه. اللي دهننا اساسا. شفتوا احنا بنفتح ايوه. تلاقي السمنه اللي نازله من جواه والدين اللي جواه. اللي بيسيح من الدين ده هو ده. ايوه. طب المفروض الفسيخ عشان يوصل لمرحله ان هو يبقى فسيخ بيقعد فتره قد ايه؟ يعني انت بتسيبه قد ايه مثلا؟ مش اسبوع، 10 ايام، اسبوعين؟ في الصيف 10 ايام، في الشتاء 20 يوم. 20 يوم. اشمعنى براميل خشب؟ الخشب طري. الخشب كله طراوه وبيساعدني في صناعتي. والسمك قاعد مده. يعني مثلا المفروض ابيعه الاسبوع ده وما بعتوش وقعد للاسبوع اللي بعده يحلو ويدي شكل اجمل ويدي ريحه اجمل. بس لازم يكون متخزن صح. طبعا ده اكيد. دوقنا الطمار. ايوه. ندوق البوري. حد يجيب لنا ليمونه كده لو سمحت. تعالى يا باشا كده. زبده بقى. دي البوري. بصباعه كده خلاها. لو انا ما عملتش كده بايدي ما احسش بطعم الحاجه. الله. شوف كلامي مظبوط ولا لا؟ حبيب قلبي. منطقه البطن دي اطعم حته في الفسيخ. سبحان الله. قطعه كبيره قوي. كبيره ايه؟ انت محتاج تشوفني انا وانا باكل. الجمال ده كله يتفهم منه. ده غير ان انت واثق فيه عشان انت اللي عامله كمان. اكيد. وكمان ايوه. الله عليك. طريقه البراميل دي الواضح ان هي طريقه قديمه جدا. سامحوا لي بقى ان انا سايبكم بتتكلموا وانا قول يا باكل. باشا. اتفضل. اتفضل. انا معاك. ماشي. ان شاء الله. ايوه. الله. يلا. الديل. ايوه. الله عليك. الحمد لله عدت على خير. اول تجربه ليا ان انا اكل فسيخ في حياتي، وعشان كده كنت لازم اجي مكان مشهور عنه ان هو الاكل نظيف طعمه حلو. احنا هنا في مرحبا موجود في نابارو، وجربنا الفسيخ طري طالع كده مدهن، تحس ان هو عليه زيت ولكن هو مش عليه زيت، محطوط في الملح وطالع طري جدا. طبعا الراجل يعني ايه حب يكرمني واداني حته ضخمه من غير ولا ليمون ولا بصل ولا اي حاجه، وعدت على خير.
وتجربه جميله. يعني انا مبسوط ان انا جربتها واتبسطت منها، يعني مش جربتها وزعلت منها. فنتحرك من هنا ونطلع على مكان تاني عشان نجرب اكله غريبه، هي حلوه بس غريبه. السلام عليكم. ايه ده فسيخ؟ انت ايه عايش هنا؟ يا باشا احنا قاعدين هنا على طول. اديها. ايه رايك في الفسيخ؟ عالمي. قول لي مصر كلها تاكل فسيخ. ماشي ده يا باشا مش فسيخ. ايوه بقى. الراجل ده مش معقول، في كل حته بياكل فسيخ. صدفه غريبه جدا. السلام فسيخ عليكم. يعني نبروه. ايوه. اكل المعلمين. الفسيخ واحدة من أقدم وأغرب الأكلات اللي موجودة في العالم، ومصر فيها أكلات تانية غريبة. فاستنونا الفيديو الجاي عشان هنروح نجرب أكلات تانية غريبة موجودة في مصر.